فيلمنا كيبدا بجوج ناس مزوجين، كايل وتوري. في واحد الليله تسمع توري صوت غريب في الليل برا الدار، وكيوقع فحال الزلزال اللي غادي يزعزعهم. السيده طلات من النافذه وكتشوف الضوء الاحمر، وتبين انها مركبه فضائيه طاحت في المزرعه ديالهم. من ديك الليله كدوز 12 سنه، وكتكون توري عندها طفل بعمر 12 عام الاسم ديالو براندن، وكانت كتوجدو باش يمشي للمدرسه. في هذه المدرسه كان براندن كيعاني من التنمر، لانه كان اذكى تلميذ في القسم اللي كيقرا فيه، وكان باين انه حتى واحد ما كيحملو يتكلم معاه الا واحد البنت اللي الاسم ديالها كيت. دوز النهار ديالو وغادي يرجع للدار. في الليل كيكون براندن ناعس وكيبان ضوء احمر خارج من المزرعه. في نفس الوقت براندن كيكون متشنج في السرير ديالو، وعينيه كيتحلو وكيولي لونهم احمر. ناض من بلاصتو ونقز من النافذه في اتجاه الضوء الاحمر في المخزن. الام ديالو سمعت شي صوت وعرفت بلي براندن تخرج واتجه جهه المخزن. تبعاتو ولقاتو كيحاول يحل واحد الباب، قاصو وهو يفيق، كان ضرب احمر لي كيف كنقولوا. ورجعته لبلاصتو وعاودت للراجله كاع داكشي اللي وقع. في مشهد اخر كنشوفوا براندن كيساعد باباه كايل في اشغال المزرعه، وحاول انه يخدم آلة جز العشب، ولكن ما بغاش تخدم ليه. سيد تعصب ورماها على طول يديه. سيد تخلع، ما فهم والو، تبع الآلة فين تلاحت ولقى ان المحرك مازال خدام والموس ديالها كيدور. حط يدو على الموس وتهرس ويدو ما وقعت ليها والو. السيد بقى مصدوم، ما فهم حتى شي حاجه. نهار عيد ميلاد براندن صاحب باباه جاب ليه كادو ديال العيد ميلاد، الوقت اللي كانوا كيحتفلوا به في مطعم. الاب شاف الهديه اللي كانت عباره عن بندقيه باش يتعلم الصيد، لكن اعترض وخدم براندن البندقيه وقال لي ممنوع سلاح براندن. هنا غادي يتعصب على كايل ويضرب بيدو على الطبلة، وهنا فجأة الألعاب اللي في المحل تفصلات عنها الطاقة. براندن التصرف ديالو ما عجبش والديه وصحابهم، وصافي سالوا الحفلة ورجعوا به للدار. تاني يوم قرروا انهم يمشيو رحلة تخييم، وهما كيتجهزوا توري لقات كتاب رسومات ديال براندن، كانت فيه اشياء اللي كتخلع، وكانت عبارة عن صور تشريح امعاء. فتكلمت توري مع راجلها وقالت لي بلي براندن كيكبر وخاصك تتكلم معاه. في الغابة وهما بجوج كايل سول ولدو إلا عنده شي بنت معجب بها في القسم، وأنه من الطبيعي يبغي شي بنت ويحاول يتعرف عليها، ولكن خاصو يعرف كيفاش يتصرف قبل تقلب الأمور لضده. جا الليل كيت زميلة براندن في القسم كانت ناعسة، فقد لقات الكمبيوتر خدام ومطلوقة منه أغنية رومانسية. مشات في الموسيقى، لكن كان كيجيها إحساس أنها مراقبة من طرف شي حد من وراء الستارة. شافت براندن بقات كتغوت حتى جات ماماها كتجري وقالت لها بلي براندن وقف في السرجم. ماماها قربات من السرجم ما لقات حتى شي واحد، وقالت البنت انت غير كتخايلي. تاني يوم كانت عائلة كايل رجعوا من التخييم. براندن لقاه باه واقف قدام السجنة ديال الدجاج. باه قال لي خاصك ترجع للدار، الوقت معطل. في الليل كايل كيفيق على صوت غريب، ملي هبط لتحت كيلقى الدجاج كله مقتول. فيق مراتو باش تشوف شنو واقع، واتهم ولدو براندن حيت كان واقف في الليل كيشوف فيهم بطريقه غريبه ومستحيل بيهرس الباب ويدخل. وقالت لي بتهكم زعما حنا اللي ولدنا عنده 12 عام هو اللي يقدر يهرس مثلا هذا الباب بهذه الطريقه. خلاته ودخلات تنعس. براندن ثاني يوم في حصة الرياضة كيلعب الكرة مع كيت وطاح قدامها، والمدرب قال لها ساعدي براندن يوقف، لكن رفضت وقالت المدرب انه شخص منحرف، ان التلاميذ كلشي بدا كيضحك عليه. لكن المدرب كان مصر انها تعاونه، مدت ليه يدها وهو يورك لها على صباعها حتى هرسهم ليها وبدات كتغوت. تم استدعاء اولياء الامور باش يعلموهم شنو وقع. كيس قالت لهم خاصو يدخل الحبس، لكن المديره قالت لها خاصو يتعاقب يومين ما يقراش، وانتهى الاجتماع. والديه مشاو للدار. ثم توري حكات لكايل النهار اللي لقات براندن كيتمشى وهو ناعس ومشى للمخزن انه عارف شنو كاين لداخل. كايل توتر وقال لها خاصهم يتصرفوا في هذا الموضوع، وباللي براندن كيشبه ليهم ولكن تركيبته مختلفه، وكبر دليل انه عمره ما تجرح ولا سال منه الدم ولا حتى مرض، ودابا ولا عنيف وكيأذي الناس وهما ما عارفينش واش يقدروا يسيطروا عليه ولا لا. براندن في ديك الليله فاق وقصد المخزن وهرس الباب وخرج منه واحد ضوء احمر مشعشع. توري تنتبه ليه ومشات كتجري للمخزن، ولقات براندن معلق في الهواء وكيقول واحد الكلام اللي ما فهماتوش. ملي قربت منه هبط بقوه وجرح في يديه وسال منه الدم، ولأول مره قالت لي توري انها عارفه بلي هو كيحس انه طفل مخالف عن البقيه، ولكن هي كانت مزوجه شحال من عام وتمنت انها تولد ولكن ما قدراتش. وواحد النهار طاحت مركبه وكان فيها ورباو فحال ولدهم.
هنا براندن ما عجبوش الحال ودخل الدار وبدا كيهرس التصاورو معاهم وخرج وبدا كيجري في الزنقه وكيردد كلمه واحده: سيطر على العالم. كان هاد الكلمه اللي سمع ملي كان معلق في الهواء وعينيه تبدلوا. مشى عند كيت حتى دخل عليها وفي يديه ورد باش يعطيه ليها واعتذر ليها وسولته كيفاش دخل. رفضات تاخذ من عنده الورد وقالت ليه: ماما حالفه عليا ما نهضرش معاك. فقال لها: صافي كوني هانيه. انا نتفاهم معها واختفى من قدامها كيف ما بان المره الاولى. براندن يطير ويمشي للمطعم اللي خدامه فيه ماما كيت، ارسم في النوافذ واحد الرمز. وهنا الام غادي تخلى ملي تشوف الرموز وغادي يفجر البولات اللي كانوا فوق راسها وغادي تطيح ليها واحد الشظيه في عينها. السيده ما بقاش كتشوف بعينها المصابه وغادي تخاف وتهرب فين كاينه ثلاجه المطعم. براندن بسهوله هرس باب الثلاجه بالقوه الخارقه اللي عنده. ثاني يوم الشرطه كانت في المحل كتحقق في حديث اختفاء كيت وما بان اليوم حتى اثر في المحل. والمحقق بان ليه كاين رمز مكتوب على النافذه. في ذات الوقت براندن كان جالس مع المستشاره النفسيه اللي هي خالته، هي اخت توري اللي مربياه، وكان مطلوب منها انها تكتب تقرير على الصحه النفسيه براندن. بعد ما هرس يد كيت طلبت منه يحكي لها على داك النهار، لكن هو رفض تماما يصرح بشي حاجه وقالت لي باللي الوظيفه ديالها كتجبرها انها تقول الحقيقه مديرة المدرسة والشرطة. لا بقى ساكت ما غاديش تقدر تعاونو ولا هي غادي يساعدها. براندن كان حسابه في راسه، قرر يمشي عند ميري اخت توري في الليل ويحاول يقنعها تكذب على الشرطه. دق الباب وحلات ليه وقال لها الا قالت الشرطه انه رافض يصرح بشي حاجه غادي يضر وحتى عائلته وحتى هي، ومن الافضل انها تكتب في التقرير. فقالت لي هذه خدمته وما غاديش يوريها شنو خاصو يدير، هذا ماشي وقت مناسب انه يجي عندها في الليل بوقت متاخر، وطلبات منه انه يمشي للدار. وافق براندن وسدات الباب. ولقيت اللي دخلات حسات وسمعت شي حاجه تحركات في الجرده، مشات تقلب شنو كاين ما لقات والو ودخلات. في ديك الساعه كان براندن دخل للدار وكيتسنى الفرصه ملي تنعس يصفيها ليها، لكن راجلها جا ودخل للدار ولقى براندن عنده. استغرب الوجود ديالو وقال له باللي ميري كانت كتراجع معاه، لكن راجلها ما تيقوش وجروا باش يديه عند كايل وتوري، لكن براندن تعصب ولاحو هرب قبل ما يوصلوا للسياره. براندن اختفى وراجل ميري تبعو بالسياره كيقلب عليه وقدر يوصل ليه، لكن براندن قلب ليه السياره وهو فيها. توري في هذا الوقت كانت معصبه كتقلب على براندن اللي ما رجعش ملي مشى للمدرسه، حتى دخل براندن وهو محيد التريكو ومخبيه بمورا يدو. قال لهم كان كيلعب مع صحابهم في المدرسه وضحكوا عليه على التريكو وهو يحيدو ورجع للدار. في نص الليل كيجيهم تليفون من ميري وقالت لهم باللي راجلها دار حادث خطير وهو في المستشفى ومشاو لعندها. وهنا سولاتهم على براندن الا كان رجع للدار حيت كان جا عندها بالليل. استغربوا شنو يكون مشى يدير عندها. في الصباح واجهوا براندن انهم عارفين هو السبب ديال ايد كيت اللي تهرسات وصاحبهم اللي مات، لكن براندن ما كانش مسوق وبغى يطلع لبيته فقط، لكن كاين منعو شدو من يدو بغى يضربه. وهنا براندن غادي يدفعوا بقوه على الباب اللي تهرس من قوه الضربه. صدموا من المنظر اللي شافوه. وهنا كايل كان خاصو يتصرف وخلى براندن دخل المرحاض ومشى كيقلب على التريكو اللي كان مخبيه البارح. ملي لقاه كان عامر بالدم وبلغ مراته توري اللي دازت معاه وقالت لي براندن عمرو يأذي شي حد ولا غادي يقدر يقلب طوموبيل على قدها، وان كايل كيدير هكا باش ما يعذبوش ضميرو حيت خلى صاحبه راجع للدار كيسوق وهو شارب وما خاصوش يسوق. وهنا رمى الباطل على ولده، لكن فكرها باللي ماشي ولدهم وهذا وحش نزل في مركبه فضائيه. في نفس الوقت كان المحقق قدام على قضيه كيت اللي اختفت وقضيه راجل ميري، وقبل لي نفس الرمز كان في القضيتين. في الليل كايل كان شاد الالبوم ديال الصور كيتفرج في صور براندن ملي كان صغير وما عارفش كيفاش يتصرف كيفاش يحمي العالم من شر براندن. وقال لمراته باللي غادي يتاسف من براندن غدا وغادي ياخذو في رحله صيد معاه كيف ما كان باغي براندن. جهزوا للرحله في الصباح وداه كايل معاه الغابه. رجعت توري لدارها بعد ما تحركوا جهه الغابه وجا عندها المحقق وراها الرمز اللي لقاه في زوج ديال القضيتين وسول عليه الا فايته شايفاه في شي بلاصه، وقالها باللي براندن هو الشخص المشترك في القضيتين. بغى يفتش الدار لكن قالت لي ما عندكش اذن تفتيش ما تقدرش تدخل للدار ومن الافضل انك تمشي دابا. مشى المحقق في حاله وطلعت بسرعه لبيت براندن وبدات كتقلب في الاوراق ديالو حيت كانت عارفه الرمز هذا كرسمو نسبه للاسم ديالو. هنا بدات كتقلب المذكره ديالو ولقات العجب، لقات الجرائم اللي دار تاكدت انه ولده ماشي طبيعي وهو اللي ورا المصائب اللي دار. في هذا الوقت كايل هو وبراندن كانوا وصلوا للغابه وبراندن كيحاول يستكشف اماكن الحيوانات للصيد. كايل جهز البندقيه من وراه وضربوه باش يصفيه، لكن براندن نهائيا الطلقه ما اثرتش فيه.
كايل بغى يوجد سلاح ويضربه مره اخرى، لكن براندون اختفى من قدامه ولبس القناع ديالو وبدا كيتنقل من بلاصه لبلاصه باش يخلع كايل قبل ما يقتله. وهنا شد كايل وشاف فيه حتى خرج ضوء احمر وحرق ليه عينيه وصفاه عليه. توري كانت كتصل بكايل وبراندون غادي يفتح الخط، وبقى كيسمع توري كتقول بلي اكتشفت ان براندون متوحش ومريض وهو اللي ارتكب دوك الجرائم، وعرفت في التالي بلي براندون هو اللي كان على الخط. سولاتو عليهم فين كاينين، قال لها بابا راه مشى في حاله وراه في طريقه للدار. داك الوقت براندون كان طاير فوق دارهم وحسات بحال الزلزال كيضرب في دارها. حاولت تنزل للدار لتحت وكان براندون محاصر الدار كلها. توري تخبات واتصلت بالشرطه باش يعتقوها وهي كتشوف ولدها كيدمر الدار وما قادراش توقفو. الضابط وصل وكان كيعيط لها باش تخرج لعنده باش ياخذها ويهربوا. قبل ما يكمل كلامه براندون طار بيه وصفاه عليه. بقات كتغوت ودخلت عند الشرطيه اللي كانت مع المحقق وطلبات منها تخبى قبل ما يوصل الدم اللي جاي في الطريق. تخبات توري تحت الناموسيه، في حين كان براندون وصل للشرطيه وصفاه عليها ورماها في الغرفه اللي مخبيه فيها توري، اللي شافت داكشي وهربات من النافذه. طاحت وتجرحت من يديها. تفكرت المركبه اللي كاينه في المخزن اللي عندهم ومشات تجري ليها. المركبه هي الحل الوحيد، تاخذ منها حديده وتضربوا بها وتصفيها عليه. ملي دخلت لقات جثه كيت لاصقه في الحيط بعد ما عذبها براندون بوحشيه. خدات حديده من المركبه بقات مخبيه تماك كتسنى براندون حتى دخل عندها. حاولت تهدنو وتعنقو عاد باش طعنو، عاقبيها وقبل ضربوا بها حيدها ليها وهزها وطار بها في السماء وطلقها طيح باش تموت. وكان دايزه طياره من نفس البلاصه اللي فيها هو دمرها وطاحت فوق الدار مباشره باش يخبي كل الادله اللي كاينه اللي ممكن تدينه، وكيكون هو الوحيد اللي بقى حي من داكشي اللي وقع. واخبار ديالو انتشرت في العالم وكيقولوا كان شخص كيطير في السماء وكان مسؤول على بزاف الحوادث والكوارث. وكان واحد اليوتيوبر كاين كيهاجم وسائل الاعلام اللي كتحاول تغطي على وجود شخص بشري عنده قوه خارقه. وكان براندون فيما مشى كيخلي التوقيع ديالو وحتى حد ما قدر يمنعه. وإلا وصلتي هنا كنقول لكم شكرا بزاف، وكنفكركم ايضا بالاشتراك في القناه الى اول مره كتشوفها، وما فيها بس بارطاجي مع صحابك وتخلي كومونتير تحت الفيديو ولايك ايضا. وشكرا الى الفيديو القادم ان شاء الله.